ورجعنا لكم تاني في حلقه جديده من برنامجنا الاستشارات الطبيه من شركه الدوليه فارما مع دكتور منصوره العزومي اخصائيه الاستشارات الطبيه وتطوير المنتجات بشركه الدوليه فارما. الحلقه اللي فاتت عرفنا ايه هي اسباب تساقط الشعر، والنهارده ان شاء الله المفروض نعرف مع الدكتوره بتاعتنا ايه هو الحل اللي هيخلينا نتجنب تساقط الشعر ده. اهلا بحضرتك يا دكتور. كل سنه وانت طيبه. رمضان عامل ايه معاكي؟ طيب النهارده ان شاء الله في الحلقه عايزين نعرف من حضرتك بقى الحل اللي انت قلت لنا هنستنى ونعرفه ان شاء الله. الحل ده لو كان موجود عندنا متوفر في البيت، ولا عايزين مثلا نشتري منتجات من بره علشان نسهل الدنيا علينا اكتر؟ فمستنيين من حضرتك نعرف الحل بتاعنا. طبعا يعني هو قبل الحل كل سنه وانتم طيبين الاول. رمضان كريم. والله منوراني. طبعا فكره الحل ان انا عشان امشي او اوصل لنتيجه صح او روتين صح لازم ابقى ماشيه انا على سيستم او روتين صح. هتلاقي النتيجه جايه معاكي مظبوط. في كام بوينتس كده انا ببقى حاطاهم في بالي وانا شغاله مع اي روتين، شعر، بشره، اي حاجه. بالنسبه لموضوع الشعر انا معايا ماسكه في ايدي روتين صح. تاني حاجه الطريقه نفسها صح او العلاج صح. انا كده بكمل الايمج بتاعتي بكمل الصوره بتاعتي بحيث ان انا ما يبقاش في عندي حته بايظه او في فارق من الحاجات اللي انا بستعملها وابص في الاخر على اخر الطريق ما الاقيش نتيجه. مفيش نتيجه. فاهم حاجه ان انا اخلي بالي من الروتين بتاعي او العلاج يكون صح والطريقه صح. انا كده كملت الروتين بتاعي كامل بالظبط. تيجي تبصي على النتيجه تلاقي فعلا النتيجه وكمان في وقت بدري. يعني طيب يا دكتور، اعرف منين بقى بعد ما اخلص الروتين بتاعي ده ان انا ماشيه صح واللي بعمله ده هيجيب نتيجه معايا؟ والله يعني هي في فتره انا بحط ايدي عليها في فتره نمو الشعرايه. احنا عندنا الشعرايه زي اي كائن ربنا خلقه ليه مراحل نمو. طيب في مرحله بتبقى فيها الشعرايه قويه قوي قويه قوي قوي بحيث ان انا عاوزه ازود الفتره دي او عايزه استغلها بمعنى اصح. في عندي اول مرحله في مراحل نمو الشعرايه هي الاناجين فيز. بعد كده تخش على حاجه اسمها بنسميها التيلوجين فيز او قبلها كاتاجين. في كاتاجين ترانزيشن فيز. هي مراحل. اهم حاجه باللي انا قلته ده كله يعني عشان ما اكونش في معلومات علميه قوي هي الاناجين فيز. الاناجين فيز دي بتكون مرحله الشعرايه نفسها بيكون واصل لها البلاد سيركيوليشن او الدوره الدمويه بتبقى واصله للشعرايه مغذيه بصيله الشعر نفسه، مغذيه البصيله موصله كل النيوترينتس اللي انا عاوزاها او الشعرايه عايزاها. في المرحله دي انا بحتاج ان انا اطولها وادي نيوترينتس واشغل البلاد سيركيوليشن او اعمل لها بمعنى اصح ستيميوليشن او احفزها بحيث ان انا اخد نتيجه لان انا بغذي الشعر بالتغذيه من جوه. طب انا عايزه اظبط الموضوع بهتم بقى بمرحله الاناجين. يعني ينفع بقى في المرحله دي اعمل مساج والحركات ما ده مهم جدا مهم طبعا عشان تشتغلي على المنطقه دي. احنا ليه بنعمل مساج للزيوت؟ الناس اللي عايزه تطول بالظبط. يعني اهم حاجه موضوع المساج. طبعا في حاجات كتير جدا احنا ممكن نعمل بيها مساج. طيب زي ايه مثلا الحاجات اللي بتبقى متوفره عندنا في البيت عشان ما نقعدش ندور ونضيع وقت؟ يعني اسهل حاجه نلاقيها قدامنا. والله انا لو انت عايزه تعرفي من ناحيه مثلا عندي حاجه في البيت، عندي حاجه في الشارع انا نازله اشتريها من اي صيدليه من اي مكان. الاثنين يعني مثلا هقول لك حاجه ان جنرال انت هتعرفي تميزي وانت ماشيه. اي حاجه بتحفز البلاد سيركيوليشن او بتجري الدوره الدمويه في بصيلات الشعر مع المساج. زي مثلا عندنا البيبرمنت اويل، زيت النعناع، زيت الجنزبيل مهم جدا. ممكن كمان الكافيين، الحاجات اللي هي كافينيتد او فيها كافيين موجوده في السوق. لا الحاجات اللي هي بيبقى فيها كافيين في السوق، البرودكت ده فيه كافيين. دي الحاجات بقى اللي هي اصلا مثلا موجوده اللي هي عايزه تشتري بتبص على يعني عندنا مثلا الارجان في البيور هنا موجود في الدوليه. ده برده مع المساج بيجري الدوره الدمويه وبيعمل لها ستيميوليشن او بيحفزها. ده بيساعد اكتر ان انا اوصل لنتيجه صح. تمام. ده بالنسبه للحاجات اللي انا عايزه اعرف الحاجات اللي بتساعدني ان الدوره الدمويه تشتغل. طيب انا كده بوصل تغذيه يعني لازم اكمل الروتين بقى كامل. فاهماني؟ طيب يا دكتور كده بقى الروتين الصح اللي انا مشيت عليه ايه هي الطريقه او التكنيك اللي انا امشي عليه اعرف ان فعلا هيساعد على تحفيز البصيلات وهمشي بقى بالمراحل صح هكمل المرحله اللي قبلها؟ حلو جدا. انا كده اهتميت ان الدوره الدمويه بتاعتي تشتغل في المكان. طيب انا بقى الطريقه نفسها اللي انا بتعامل بيها مع شعري من بره ليها تكنيك معين. اكيد. وضعيه الراس وضعيه الجسم نفسه بيبقى ليها طريقه معينه. لو انا بعمل التسريح نفسه بيبقى ليه طريقه. وليكن مثلا انا لو جيت عندك
اتكلمت معاكي في حته وضعيه الجسم او الراس، انا عايزه نتيجه احسن من البرودكت او المنتجات، انا بعمل مساج بجري الدوره الدمويه في المكان، فانا عاوزه احسن من ده اعلى، يعني كل ما كان في ليفل اطلع له احسن هلاقي نتيجه افضل. ممكن مثلا واحنا بنعمل مساج ترمي شعرك لقدام، تجيبي شعرك كله ترميه لقدام وتعملي مساج لفروه الراس وهو مرمي لقدام. الرميه لقدام او وضعيه السجود بمعنى اصح دي بتجري الدوره الدمويه في المكان وبتحفز البلاد سيركيليشن، ان انا بساعد جسمي كله وانا راميه حملي كله على فروه الراس. الدم ايوه بيشتغل بالظبط كده، وبوصل النيوترينتس اللي موجوده في جسمي والمينرالز والفيتامينز توصل للبصيله مع المساج من بره، بلس ان الزيت كمان بيساعد في عمليه الجروس او انبات الشعر. فهماني؟ تاني حاجه وهي التسريح. وانا بسرح دي مهمه جدا، دي حاجات بنستعملها جنرالي او بالراحه برفق. احنا بنسرح، في ناس بتسرح بتقعد تجيب من فوق لتحت اللي هم او اللي بتقعد فتره ما تسرحش شعرها. دي مش حل، يعني في ناس حتى شعرها ناعم بتيجي تسرح لا مش بتسيبه، بتسرح من فوق لتحت على طول، بتقطع كل الشعر بيطلع في المشط. طب ايه؟ لا احنا نجيب من تحت لفوق بالراحه جنرالي كده، ده بيقلل معاكي في عدد الشعر اللي بيقع، التساقط نفسه اللي بتشوفيه في المشطه، بلس ان هو واحده واحده انا بجري الدوره الدمويه وبعمل مساج او انا عامله مساج قبلها، وكمان بتساعد في التسليك. يعني احنا لما نستعمل الموضوع ده بالراحه يبقى انا غطيت، يعني انا كده استعملت روتين صح ووصلت الدوره الدمويه وطريقه صح، المشط نفسه يكون حاجه لطيفه مش بتشبك في الشعر. في انواع بقى معينه خشب المشط الخشب حلو جدا في طبعا، بس خشب نضيف، في انواع خشب بتبقى بتشبك وممكن تجرح ايدك. يعني لو انت بتشتري المشط كده تمشيه على ايدك تلاقيه بيجرح، يعني ده اول ما احطه على شعري هيقطع. يعني في الاخر اختيار المنتج في كل تفصيله بالظبط، انا لو اهتميت بكل تفصيله تمام خلاص. بالظبط كده. طيب يا دكتور، هل بقى التغذيه مش الشعر بس، هل التغذيه اللي بتدخل جسمي اللي هي مثلا الاكل او الشرب ليه عامل او بيفرق فعلا في الشعر؟ طبعا التغذيه مهمه جدا، وانا بختار الحاجه بتاعتي في التغذيه مهمه جدا. يعني مثلا عندك في اكلات كتير جدا، يعني هقول لك عندنا مثلا البيض غني بالبروتين والبيوتين، ده مهم جدا للراس بتاع الشعر وصحه الشعر، مش كالسيوم بس كمان البيئه الحيويه بتاعت الشعر نفسها. تاني حاجه عندنا السبانخ مثلا، الحديد طبعا غنيه بفيتامين اي، فيتامين سي، كمان الفوليك اسيد، الايرون اللي هو الحديد. كمان عندنا السلمون، الاسماك الدهنيه كلها غنيه بالاوميجا 3 او غنيه بالحوامل بقى خاصه اي حد هي مهمه جدا. الحاجات دي كمان بتدخل لنا في سورس الفيتامين دي، كل الخضره اي حاجه خضراء، الجرجير. فتيجي تقولي انا باكل الحاجات دي، باكل فول وباكل مكسرات وباكل سبانخ ومش لاقي نتيجه. ما انت بتاكلي بس مش عارفه تطلعيها، في حاجه ناقصه. في حاجه ناقصه، انا لازم اكمل الروتين بتاعي، الم دنيتي بحالها ودي هتظبط معايا. والله لو حتى بزيت الزيتون اللي عندنا في البيت عملنا بيه مساج، جنزبيل من عند العطار هتظبط. بأبسط الحاجات، بأبسط الحاجات تمشي صح وتكملي روتينك وتكون الموضوع تمام. زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت عن المسببات او الريسك فاكتورز اللي على الشعر تبعدي عنها، ممنوع ميه سخنه بقى تفتح مسامات والكلام ده كله، هتوصلي لنتيجه صح. فانا كده كملت الايمج، هوصل لنتيجه واسرع النتيجه. طيب دكتور، تكملة لكلام حضرتك، هل بقى بعد ما انا اعمل كل ده في تحاليل معينه يعني المفروض ان انا اعملها الاحظ بقى بيها تغيير فعلا، الاحظ ان في حاجه عندي فيها دروب كده، ولا الدنيا بتبقى بعيدا عن التحاليل ملهاش علاقه؟ يعني والله يعني انا كمنصوره يعني بصراحه في موضوع التحاليل هو انديكيتور وكل حاجه وحاجه تحترم وتشال على الدماغ، بس انت لما تيجي مثلا عملتي تحليل للفيتامين دي، كل الناس عندها فيتامين دي ناقص، صح؟ فاتس نوت انديكيشن للموضوع، يعني مش انديكيتور خالص. خلاص ايوه، يعني كلنا عندنا فيتامين دي ناقص، انما معروفه نقص حديد فمشكله، نقص حديد فمشكله. ففي تحاليل احنا بنمشي عليها وعادي، التحاليل مش بتمشي، ممكن ما تبقاش انديكيشن، في تحاليل تكون سليمه او هي كده بايظه في الشعر ما فيهوش مشاكل. يعني ممكن حد يكون عنده نقص في الفيتامين والمينرالز دي والشعر ما فيهوش مشاكل، فاهماني؟ هي ساعات وساعات، يعني مش عادي.